ومكملين معاكم على شبكة همسة ومجلة همسة ومهرجان همسة للآداب والفنون الدورة الرابعة. ومفاجأة الدورة النهاردة 2 من الشعراء والأدباء القطريين منورنا في منصة الفائزين. أستاذ علي ميرزا من قطر، فزت في هذه المسابقة الرائعة، مسابقة همسة، وبجهود الأستاذ الكبير الذي أدار هذه المعمعة كلها فتحي الحصري، له الشكر الجزيل منا ومن جميع المشاركين العرب. وبطبيعة الحال أنا سعيد أن أكون بأحد المكرمين والذين طبعوا كتابهم أيضا لدى مجلة همسة التي قامت مشكورة بتوزيعه على الحضور. وتغلبني السعادة في موقف كهذا أن أكون بين أهلي وإخواني وأحبتي في مصر. أستاذ علي، الدكتور فتحي الحصري امبارح أصر على المنصة أن يقول الثقافة تجمعنا والسياسة تفرقنا. هل تستطيع الثقافة والفنون والآداب لم شمل الأسرة العربية من جديد رغم أي خلافات؟ هذا ما هو حادث فعلا على مر سنوات طويلة، ومن خلال تجربتي الشخصية في المهرجانات العربية الكثيرة التي شاركت فيها سواء كممثل أو كمخرج مسرحي أو كشاعر، وجدت فعلا أن ما تفرقه السياسة تجمعه الفنون والآداب. والدليل على ذلك أنك تجد الجامعة العربية كلها موجودة، وجميع إخواننا الذين نتمنى أن نلتقي بهم نجدهم في هذا المهرجان. فإذا هذه خطوة رائعة وجيدة ويشكر عليها الأستاذ فتحي. أستاذ فتحي الحصري استطاع أن يجمع الدول العربية من الخليج إلى المحيط في مكان واحد؟ نعم، استطاع ذلك من خلال هذا المنظر وهذه الكوكبة الرائعة من الأدباء والكتاب والشعراء وأصحاب الشأن الثقافي المتواجدين هنا في هذه الساحة وفي في هذا المهرجان. ولو لم يكن بهذه الأهمية ما شارك أحد فيه. آخر كلمة توجهها للشعب المصري. أحبكم. واحنا كمان بنحبك يا علي بيه. شكرا لحضرتك. شكرا لك.